أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أقول وبالله التوفيق، وأسأل الله عز وجل الإخلاص في القول وفي العمل. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واجعله يا رب العالمين خالصا لوجهك الكريم. أقول: عندما زنى ماعز رضي الله عنه ذهب إلى صديقه هزال الأسلمي وأخبره بالمعصية التي ارتكبها وبالجرم الذي اقترفه، فلم يعظه هزال ولم يأمره بالتوبة، وإنما نصحه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب ماعز إلى نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه زنى. والحدود أيها المؤمنون إذا وصلت إلى الإمام أو إلى الحاكم سقط فيها العفو، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي بعد ذلك هزال بعد ذلك، فقال له: لو سطلته بثوبك كان خير لك. انظروا إلى هذه العبارة: لو سطلته بثوبك كان خير لك. لا تخبر أيها المؤمن أحد بمعاصيك إلا من باب المفاخرة ولا من باب الشكوى. المفاخرة بالمعاصي من المجاهرة، وكل الناس معافى إلا المجاهرون، والشكوى منافية للستر، والله تعالى ستير يحب الستر. ثم إن الناس تعير وتفضح، والله يغفر ويستر. حدث العاصي عن التوبة أيها المؤمن، وذكره برحمة الله تعالى وعفوه. استره ولو بثوبك، ولا تشمت بالعاصي. كلنا عصاة، وما الفرق بين عاصي وعاصي إلا ستر الله عز وجل. ولا تتبع أيها المؤمن عورات الناس، فيتبع الله عورتك ويفضحك بين جدران بيتك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.